في ليلة من ذات الليالي السوداء كانت البنت اللي اسمها كايلا البلونداية والسمرة اللي معاها دي اللي اسمها ميج كانوا بيتمشوا سوا بالليل، وقابلهم مجموعة من البنات اللي عاملين فيها عصابة ومتنمرين وبدأوا يستظرفوا شوية عليهم. فكايلا راحت رد عليهم وشتمتهم، فهم راحوا ماسكين ميج صاحبتها وراحوا ضاربينها لها وفضلوا يضربوا فيها جامد جدا لدرجة انها انهارت وقعت في الارض، وكايلا ما قدرتش تدافع عنها. طبعا انا افتكرتها انها ماتت، لكن في المشهد اللي بعد كده بنكتشف ان البنت ديت ميج عايشة ومسافرة لجزيرة في وسط البحر عشان تحضر فرح واحدة صاحبتها اسمها ليزي. ولما بتوصل للمطار هناك اصحابها الباقيين بيبعتوا لها كايلا اللي هي كانت قطعت معاها بعد موضوع العلقة اللي هي خدتها بسببها. وطبعا لما بتقابلها الوضع بيكون صعب جدا لان ميج كان جالها زي حالة نفسية بعد الضرب اللي ضربته، وبقت بتخاف من كل حاجة وما كانتش طبعا عايزة تشوف كايلا، لكن جات لها وقابلتها ورحبت بيها واخدتها علشان توصلها للفندق اللي هيتعمل فيه الفرح بتاع ليزي صاحبتهم. وميج لما وصلت هناك من كتر الفخامة اللي هي شايفاها كانت مبهورة، وبعد شوية راحوا يقابلوا بنت تانية اسمها كام، ويقابلوا كمان ليزي العروسة. وفي الطريق على البحر قابلوا واحدة صاحبتهم اسمها روث. فهم كانوا الخمسة دول أعز أصدقاء وجايين علشان يحضروا فرح ليزي، وكان في حفلة مجهزة العريس علشان خاطر يرحب بأصدقاء العروسة زي ليلة الحنة كده قبل الفرح بيوم. واتقضت الحفلة على خير وكانوا مبسوطين ومستمتعين جدا. وتاني يوم الصبح راحت كام للغرف بتاعتهم وصحتهم علشان خاطر تقول لهم انهم هينزلوا ياخدوا قارب على اساس ان هم هيخطفوا العروسة لمدة يوم قبل الفرح لانها صاحبتهم وهتتجوز، فهم عايزين يحتفلوا بيها على طريقتهم. وفعلا اتجمعوا ونزلوا على الشط وقالت لهم ان هم هياخدوا قارب، فكانوا فاكرين ان هي جايبه لهم قارب فخم من اللي موجودين على الشط، لكن هي اختارت قارب قديم جدا ورخيص هو ده اللي قدرت تأجره. وهم طبعا استغربوا من القارب ده، قالت لهم لا عشان نعيش مغامره لان ده اخر يوم هنشوف فيه صاحبتنا دي. فقالوا لها يا ستي هي هتتجوز هي مش هتموت يعني. قالت لهم برضو علشان نستمتع اكتر. فهم وافقوا على كلامها اللي هي قالته، وكمان هي صممت انها تجمع منهم كل الموبايلات وقالت لهم مفيش اي اتصالات هتتلقوها ولا تكلموا اي حد، وكمان ما خلتهمش يقولوا لاي حد ان هم رايحين في الرحله دي. يعني حتى العريس ما كانش يعرف ان عروسته ليزي رايحه مع اخته واصحابها في رحله بالقارب ده. وبداوا يتحركوا بالقارب ده لحد ما وصلوا لجزيره، والجزيره ديت كانت كام عرفت عنها من المدير المساعد اللي موجود في الفندق. وراحوا هناك وبداوا ينزلوا واحده ورا التانيه. فنزلوا الاول ميج وكايلا، وبعد كده التلاته التانيين فضلوا في القارب وقال لهم طب باي باي بقى، احنا جايبينكم عشان تحلوا خلافاتكم القديمه هنا وتتكلموا مع بعض في المشاكل اللي بينكم علشان ترجعوا تصطلحوا زي زمان. فقالوا لها يا ستي بلاش جنان. قالت لهم لا انتوا مش هترجعوا معانا غير لما تتصالحوا مع بعض. وطبعا اخدت الموبايلات وكل حاجه وهتمشي. فقالوا لها طب واحنا هنعرف نوصل لك ازاي؟ قالت لهم انا هبقى ناحيتكم برضو على الجزيره بس من الناحيه التانيه بعيد عنكم شويه، لما تخلصوا كلام مع بعض ابقوا تعالوا لنا هناك. وفعلا التلاتة اللي في القارب مشيوا وسابوا البنتين على الجزيرة دي. وكان طبعا الموقف بينهم غريب جدا لانهم مش عايزين يتكلموا مع بعض، وميك كانت شايلة قوي في قلبها من ناحية كايلا وما اتكلموش في حاجة. وبعد ما قعدوا شوية ويلعبوا في الرملة وزهقوا وقرروا ان هم هيقوموا ويمشوا لحد ما يوصلوا للمكان اللي اصحابهم الباقيين فيه. وفي نفس الوقت اصحابهم كانوا قلقانين عليهم لكن برضو فكروا انهم يسيبوهم مع بعض لحد ما يتصالحوا. والبنت اللي هي كام قررت انها تلبس لبس الغوص وتنزل علشان تعوم وتستمتع شوية بالمية. وفعلا نزلت وبدأت تغطس على مسافة قريبة، لكنها شافت ان في ألعاب متكسرة وموجودة تحت في القاع بتاع المية. وفجأة اتخضت كده لان في سمكة شكلها غريب قابلتها تحت. وكانت صاحبتهم اللي اسمها روز فوق كانت قلقانه عليها لانها اتاخرت تحت قاع الميه، لكن فجاه لقيتها ظهرت وطلعت تاني على السطح. وشويه ولقوا صاحبتهم الاتنين التانيين جم وهم جايين ماسكين في ايدين بعض على انهم اتصالحوا والدنيا بقت تمام بينهم. وكانت روز في وسط الميه عماله ترقص وتهزر، وفجاه كده اتخضت وقالت لهم لا ما تقلقوش مفيش حاجه، لكن فجاه الميه تحتها اتحولت كلها لدم. انقذوها بسرعه لان كان في قرش عض رجلها وعورها جامد. خرجوها على الشط، انقذوها بسرعه قبل ما القرش يخلص عليها، لكن معرفوش يعملوا لها حاجه اكتر من انهم يضمدوا الجرح علشان تبطل نزيف. والعروسه اللي هي ليزي ما كانش طالع عليها حاجه غير ان كل ده حصل يوم فرحي، ازاي كل ده يحصل يوم فرحي؟ وبدات ترمي اللوم على كام اللي خلتهم يجوا هنا على الجزيره ديت، وصممت انهم يركبوا قارب وحش جدا، وكمان معرفوش يوصلوا بأي إشارة من الموبايل لأي حد علشان يبلغوه علشان ينقذوا صاحبتهم روث. فقرروا هم الأربعة إنهم يشيلوا البنت صاحبتهم دي روث ويركبوا القارب ويحاولوا إنهم يرجعوا تاني للفندق علشان ينقذوها بأسرع وقت ممكن. لكن الموبايلات ما اشتغلتش معاهم برضو. فبدأت ليزي العروسة وهي سايقة القارب تسرع بيه أكتر، لكن دخلت خبطت جامد في شعاب مرجانية، كسرت طبعا القارب من تحت وبدأ يدخل جواه مية. وكانوا خايفين ان الدم اللي من رجل البنت ديت ريحته توصل للقرش ويبدأ يهاجمهم جوه القارب.
بعد ما القارب بدأ يغرق. فبدأوا يدوروا في القارب ده على سترات النجاة، لكنهم ملقوش غير واحدة بس. فطبعا كلهم اتفاجئوا، ازاي ما فيش غير سترة نجاة واحدة؟ وبدأوا يتخانقوا مع بعض، لأنهم كانوا مضطرين إنهم يخرجوا وهم شايلين صاحبتهم المتعورة ديت، ويحاولوا يرفعوا رجلها بعيد عن المية علشان مفيش قرش يهاجمهم. فلبسوها هي سترة النجاة وبدأوا يشيلوها علشان ينزلوا بيها، لكن ليزي اللي هي العروسة قعدت تعيط لأنها ما بتعرفش تعوم. فقالوا لها ما تخافيش، احنا هنساعدك في العوم. وفضلت متشعلقه فيهم، وكانوا احيانا كتير بيحسوا ان هي تقيله وممكن تغرقهم. وبعد شويه صاحبتهم المصابه روث ماتت. فاضطروا طبعا ان هم يسيبوا جثتها في البحر وياخدوا الستره بتاعه النجاه ديت منها، لان خلاص مبقاش ليها لازمه. ولما سابوا طبعا الجثه في الميه، القرش خلص عليها خالص علشان ريحه الدم اللي كانت في رجلها. وطبعا كلهم كانوا مصدومين من موت صاحبتهم وحاسين ان هم السبب. عطوا طبعا سترة النجاة ليزي اللي ما بتعرفش تعوم، والبنت اللي اسمها كايلا قالت لهم ان هي بتعوم كويس وهتحاول توصل لاي حد ينقذهم، ووعدتهم انها هترجع تاني. وبعد شوية وهم عايمين، جه القرش مرة تانية وهاجم البنت اللي اسمها كام وعورها في دراعها. فميج قالت لها احنا لازم نلف الجرح ده بسرعة علشان ريحة الدم، لكن كام قالت لها لأ، ابعدي عني، انت مش هينفع تكوني معايا. واخدت السكينة اللي معاها وراحت ناحية القرش علشان خاطر يطاردها هي وتحاول ان هي تأذيه او تطعنه بالسكينة اللي معاها. لكن في الحقيقة السكينة وقعت منها في المية والقرش قدر يهاجمها وقتلها. وبكده اتبقى ماج وليزي بس، وخايفين ومرعوبين من اللي حصل لاصحابهم. وفضلوا مع بعض، وبعد شوية عدى جنبهم يخت، لكن الناس اللي جوه اليخت محدش خد باله اصلا ان في 2 بره بيعوموا. وعدوا من جنبهم مخدوش بالهم من اي حاجة، وفضلوا مع بعض لحد ما الليل ليل. وكمان الموضوع الجو قلب وبدأت الدنيا تمطر جامد جدا، وليزي بدأت تتعب خالص من العوم وما بقتش قادرة تستحمل انها تعوم اكتر من كده. وقررت انها هي كمان ما تقلش على ميج. والصبح صحيت ميج لقت نفسها انها لابسة سترة النجاة وان ليزي اختفت. واضح طبعا ان هي ماتت. حزنت جدا عليها لانها عرفت ان ليزي ضحت بحياتها علشانها، فرجعت ولبست سترة النجاة عشان تقدر تنقذ نفسها. وهي بتعوم لقت ان القرش بدأ يطاردها، واكتشفت ان ايدها فيها جرح صغير بس خلى القرش طاردها عشان ريحة الدم اللي فيها. وهي بتبص لقت ان في صخرة صغيرة كده في وسط المية ممكن هي تقدر توصل لها. فراحت خلعت السترة بتاعة النجاة ومسحت الدم اللي في ايدها في السترة، وراحت رمت السترة بعيد علشان هو يسعى ليها ويروح ناحية السترة على ما هي توصل للصخرة اللي هتقدر تقعد عليها. وفعلا ده اللي حصل. بعد ما رمت السترة القرش راح يهاجم السترة وقطعها خالص، لكن هي كانت خلاص قربت توصل للصخرة ديت وقدرت توصل لها، وراح يهاجمها عند الصخرة بس الحمد لله ما عملهاش حاجة. وهي ضمدت الجرح اللي في ايدها ونامت شوية على الصخرة، لكن ايدها لمست المية وبدأت تخر دم تاني فيها. فالقرش لقى نفسه لوحده، راح جاب كمان قرش تاني معاه وبدأوا يلفوا حوالين الصخرة وهي وقفت فوقيها وخايفة منهم. لكن قبل ما يبدأوا يهاجموها جت صاحبتها كايلا وجت أنقذتها وخلتها تركب معاها القارب ده. وكايلا عرفت منها إن كل أصحابهم الباقيين ماتوا وزعلوا جدا عليهم. وبكده بينتهي الفيلم.